ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ازاي تكسب الكاس في لعبة الفانتزي، او ازاي تتعدى خصومك في كل جولة حتى تصل للنهاية وتفوز بالبطولة. طبعا مفيش واحد فينا الا بيتمنى انه يحصل على بطولة الكاس، ده حاجة كويسة طبعا. وطبعا الموضوع مش صعب وفي نفس الوقت هو مش سهل، ولكن برضه ممكن بتوفيق من ربنا. لان طبعا الكاس هي يعني بيطلع المغلوب، ما تضمنش ظروف الفرق اللي قدامك ايه، فممكن ربنا يكرمك وتوصل للنهايه وتاخد البطوله. ولكن الموضوع محتاج شويه تركيز. فانت يعني اول خطوه تعملها تدخل على الخصم اللي انت هتلاعبه او هتقابله. ده طبعا بيظهر قبل الجولة بيوم او اتنين، بتقدر تعرف انت هتلاعب مين، تدخل على التشكيلة بتاعته، تشوف ايه يعني نقاط القوة عنده، ايه نقاط الضعف، يا ترى هيعمل كابتن مين مش هيعمل. يعني تدرس خصمك كويس وتشوف. يعني من خلال الدراسة اكيد هتبين انت اقوى ولا هو اقوى. لو حسيت مثلا ان انت اقوى، يعني ممكن تقابل خصم مثلا ما بيفتحش اللعبة، او مثلا خصم عنده اصابات كتيره او غيابات كتيره، او خصم مثلا لعيبته اقل من لعيبتك بكتير في الامكانيات. ففي الحاله دي انت طبعا المباراه هتكون سهله عليك، ما تعملش سوالب، ادخل بتشكيلتك عادي، وان شاء الله ربنا هيكرمك وتفوز. اما لو انت شايف ان الخصم اللي انت هتقابله صعب ونسبة الفوز 50-50، فانا شايف ان انت يا شباب في الحالة دي تستخدم خاصية من الخواص اللي انت عندك، يا اما تريبل كابتن يا اما بنش بوست. لان زي ما احنا ما اتفقنا، اوعى لو انت فقدت الامل في الدوري اوعى تستخدم ولا وسيلة من وسائل الخواص اللي عندك. انا ما تستخدمهمش في الدوري خالص. خلي الخواص دي لبطولة الكاس علشان تقدر تنافس في الكاس. زي ما قلت لك، لو الخصم سهل ويعني هتقدر تتغلب عليه، خلاص امشي معاه عادي من غير سوالب، امشي بالتشكيله اللي عندك. اما لو صعب زي ما قلت لك بالظبط كده، استخدم قدامه خاصيه. الخاصيه هتفرق معاك لان احنا عارفين النقاط بتكون قريبه لبعض، والخاصيه طبعا لو ربنا كرمك فيها، يعني لو عملت مثلا بنش بوست وعندك تشكيله متوازنه بين الدفاع والهجوم وخط الوسط، او لو عملت مثلا تريبل كابتن، ربنا كرمك في الكابتن بتاعك، فممكن عشان الخصم صعب في الفترة دي انت ممكن تعديه بسهولة. يبقى اول حاجة يا شباب بتدرس الخصم كويس جدا، بتتأكد من نقاط القوة والضعف عنده. تاني حاجة ما تنساش تعملها، انك لو حسيت ان خصمك قوي او خصمك مثلا متساوي معاك في القوة، فما فيش مشاكل، استخدم خاصية. ما هي ايه فايدة مثلا لو مش هتستخدم الخواص؟ انت كده كده لو كنت فقدت المنافسة على الدوري فما تفقدش المنافسة على الكاس. فانت فقدت المنافسة على الدوري، وطبعا فما ينفعش تفقد المنافسة على الكاس عشان انت مش عايز تستخدم خاصية. لا، في الوقت ده استخدم الخاصية وعدي الخصم ده، وخلي لما نشوف الجولة اللي بعديها يمكن ما هتعرفش الدنيا فيها ايه. ممكن يكون الخصم اللي بعديه مثلا سهل، او ممكن تقدر تعديه من غير خواص. فانا شايف ان هي دي الطريقة الكويسة. في بعض الناس يعني انا شايفها بتقول لك افضل وقت للتريبل كابتن، بتقول لك اللي هي الدبل جيم بتاع محمد صلاح اللي الفترة اللي جاية. اي نعم، انا معاك ان افضل فترة، ولكن ما تستخدمهاش في الدوري. زي ما بقول لك، لو كان الخصم اللي انت هتقابله مش داخل اللعبة او سهل، يبقى بلاش تستخدم خاصية التريبل كابتن حتى لو كان صلاح هو اللي في الجولة الدبل، طالما انت متأكد انك هتقدر تتعدى الخصم بسهولة. لكن زي ما بقول لك، لو انت حسيت ان الخصم صعب، خلاص مفيش مشاكل، استخدم خاصية التريبل كابتن في الجولة بتاعة صلاح. لان على ما اعتقد ان اغلب الناس حاطة عينها على الجولة دي، يعني 90% من الناس اللي بتلعب الفانتزي منتظرة الجولة بتاعة صلاح اللي هي الدبل، اللي هيقابل فيها ايفرتون وهيقابل فيها فريق تاني. كله منتظر، كله عشمان ان صلاح يتعامل عليه تريبل كابتن، ان ممكن يجيب له 60 نقطة 70 نقطة 90 نقطة، على حسب طبعا الاهداف اللي هيحرزها الراجل في المباريات. فانا شايف زي ما بقول لك، بلاش تجري ورا الناس. لو كنت انت هتستخدم الخاصيه عشان الدوري، لا، الخواص دي خليها للكاس، لان هي الخاص اللي يعني السبيل الوحيد او الطريق الوحيد اللي هتوصلك لنهائي الكاس. هو تفكيرك السليم، عدم استخدام خواصك الا للضروره القصوى، ويكون قدامك خصم صعب تتغلب عليه. اما انت عشان تروح تستخدمها في مباريات سهله وبعد كده تتفاجئ انك صعدت في الكاس جوله، في الثانيه، في الثالثه، وتيجي في الاخر مثلا تبص تلاقي عندك خصم صعب وانت ما عندكش خواص، وقتها طبعا هتتهزم بسهوله. هيبقى ضاع كل مجهودك اللي انت بتبذله من بدايه الموسم علشان تقدر تاخد الكاس. عشان كده بقول لك، ما يغركش الناس اللي هتعمل صلاح تريبل كابتن في الجوله اللي هيقابل فيها ايفرتون، الا لو كان الخصم اللي هيقابلك في الكاس قوي. لو الخصم قوي في الجوله دي، خلاص خليك زي الناس واستخدم صلاح عشان تبقى زيك زيه، عشان ما يفرقش عنك في النقاط. آه، اما لو مثلا خصمك ضعيف، خلاص كمل عادي عشان ما تخسرش الخواص. طبعا في ناس بتقول صعب يا عم اخد الكاس، ايه؟ لا، خلي عندك طموح، خليك طبعا من الناس اللي هي يعني تقول يا رب، وان شاء الله ربنا بيكرم الجميع. يعني ركز على الكاس، ان شاء الله هتقدر تطلع ببطولة. هيكون شرف ليك، هيكون توفيق كبير.
زي ما بقول لك مش كفايه بس ان انت تدرس خصمك او كفايه تستخدم خاص من الخواص، لا كمان محتاج ان انت ما تدخلش باي سوالب. يعني ما ينفعش مثلا تدخل بسالب في اي جوله من الجولات. كمان في حاجه يا رجاله لازم يكون عندك، تاخد بالك منها، اللي انت لازم يكون عندك بالمر وصلاح وساكا في الفتره اللي جايه في بطولات الكاس. لان هم دول اللي هيكونوا مركز قوه في الفريق بتاعك. فانت لو عندك بالمر ساكا صلاح في تشكيلتك صدقني هتفرق معاك كتير في الفترات اللي جايه. زائد كمان لو عرفت تحط معاهم يعني واحد زي واتكنز وايزاك وجاكسون، الثلاثه مهاجمين. يعني تخيل لو انت تمتلك في نص الملعب طبعا ساكا صلاح بالمر وقدامهم واتكنز جاكسون ايزاك، بصراحه يعني انت هتكون عندك قوه كبيره في مباراه الكاس، هتقدر تكمل. كمان يعني تقدر تظبط فريقك بواحد زي روجرز في خط الوسط. تظبط دفاعك باثنين ثلاثه حلوين زي واحد مثلا بيرن، واحد زي مثلا ماتيكاش، واحد. يعني هيكون عندك امكانيات ان انت تظبط فريقك. فلازم يا شباب تركز زي ما بقول لك. ويفضل ان انت يكون عندك الثلاثه دول في خط الوسط، ويفضل انك يعني تظبط تشكيلتك الاحتياطي تكون مقارب للناس الاساسيه. لو عايز تكمل في الكاس ابعد عن هالاند، علشان خاطر ان هالاند هيهد الميزانيه. في حاله لو معاك هالاند مش هتقدر تستخدم خاصيه البنش بوست، لان خاصيه البنش بوست في وجود هالاند مثلا وصلاح معاك، او هالاند وايا كان لاي اتنين لعيبه تاني، هيقتل لك الدكه، هيخلي الدكه عندك زيرو ومش هتستفيد منها لو عملت خاصيه البنش بوست. عشان كده انا شايف افضل طريقه لو انت عايز تكمل في الكاس انك ما يكونش عندك هالاند في التشكيله بتاعتك، ما تعتمدش عليه خالص، عشان تقدر توزع يعني اللعيبه، عشان تكون عندك اريحيه في استخدام الخواص اكتر، ان التشكيله بتاعتك تكون بدون هالاند. اما لو حطيت فيها هالاند فانت كده بتعجز نفسك، في اي وقت هتلاقي نفسك بتطلع من الكاس. زي ما قلت لك دي حاجات ضروريه، وزع ميزانيتك، وزع فريقك. كمان زي ما بقول لك بلاش سوالب الفتره اللي جايه باي طريقه من الطرق. اصبر ما تستعجلش، بلاش تجري ورا اللعيب اللي الماتش يعمل حاجه. يعني مش معنى ان ويسا وبيبو عملوا حاجه الماتش اللي فات ان احنا نجري وراها، لا ما تفرطش في اللعيبه اللي عندك هتحتاجها. زي ما قلنا قبل كده ويسا عمل هو نجوم الجوله دي، هتلاقيهم الجوله اللي جايه ما بيعملوش. اللي هيعمل واحد زي مثلا واتكنز جواو بيدرو، يعني الناس اللي ما عملتش الجوله دي هتبص تلاقي هي اللي بتعمل الجوله اللي جايه. عشان كده ما تجريش ولا لعيب عمل حاجه فتبص تلاقي نفسك ان انت ما استفدتش منه الجوله اللي فاتت، واضطريت تبيع واحد زي واتكنز مثلا، او واحد زي كونيا، او واحد مثلا زي جواو بيدرو، وتدخل الجوله الجايه تلاقيهم هم اللي عملوا، فهتندم ندم شديد. عشان كده يا شباب ما تستعجلش في تغييراتك، بلاش سوالب، ركز كويس في الكاس، وان شاء الله ربنا يكرمك وتوصل ان شاء الله وتاخد البطوله. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.